تاني حاجة نتعلمها في اللغة الإنجليزية وهو الجمل. في 3 أنواع في الجمل في اللغة الإنجليزية. جملة خبرية ودي بتقول لي على معلومة. جملة استفهامية ودي بتسألني سؤال. تالت نوع هو الجملة الأمرية ودي بتدلني على أمر. تعال نشوف مع بعض الجملة الخبرية بتتكون من subject فاعل، verb فعل، object مفعول. تعال نشوف مع بعض السبجكت قد يكون noun وبروناون اسم أو ضمير. تعال نشوف الضمائر مع بعض. في 3 أنواع من الضمائر. I we دول ضمائر المتكلم. I يعني أنا، we نحن. ضمائر المخاطب you أنت وأنتم. ضمائر الغائب he she it they. he هو، she هي، it هو وهي لغير العاقل، they هم. ده كده خلصنا مع بعض السبجكت في الجملة الخبرية. يجي بقى للفيرب. الفيرب اللي هو الفعل. في فعلين في اللغة الإنجليزية، فعل مساعد وفعل أساسي. الفعل المساعد 3 أفعال وهو verb to be اللي هو ترجمته يكون، verb do يفعل، verb have يمتلك. طيب لما نقول he is a doctor هو يكون دكتور. هنا مش شرط إن يكون في فعل أساسي في الجملة. طيب إمتى بيجي الفعل الأساسي وحده بعيد أو ما بيجيش مع الفعل المساعد؟ لما يكون مضارع بسيط أو ماضي بسيط. He plays football every day هو يلعب كرة كل يوم. He played football yesterday هو لعب كرة امبارح. وهنا مش محتاج الفعل المساعد. طيب نيجي للحاجة الثالثة وهو الأوبجكت المفعول. في ضمائر مفعول me him her it you us them. طيب نيجي للفعل give يعطي. لما اقول give me يعني اعطيني، give him اعطيه، give her اعطيها، give it اللي هو اعطيه لو حاجه لغير عاقل، give you يعني اعطيكم او اعطيك، give us اعطينا، give them اعطيهم. كده يا اصحابي احنا خلصنا الجمله الخبريه.